فيديو النهارده لمحبي الطواجن الجميلة. انا عايزة اقول لكم ان طاجن العكاوي ده في حتة تانية خالص غير اي لحمة تانية ممكن تاكليها، حتة كده طرية ودسمة في نفس الوقت. وعايزة اقول لكم ان كل اللي هيجربها مش هيبطل يعملها بطريقتي. طريقة سهلة جدا، في 10 دقايق هيكون الطاجن عندكم جاهز. هتحطوه في الفرن وتنسوا الموضوع خالص. اول ما هيستوي هتلاقي اللحمة دايبة وزي العسل. ما تبخلوش عليا بلايك وسبسكرايب، وهنمشي بالخطوات البسيطة جدا ويلا بينا. اول حاجه انا عندي طاجن فخار، ممكن تعملوها في صينيه او ممكن تعملوها في برام او اي حاجه متاحه. ده طاجن فخار اللي هو بتاع اسوان اللي متعتق الحلو ده. حطيت في معلقه من الزيت ونزلت عليه بحته من الليه. انا عارفه ان في ناس هتقولك ده دسم وتقيل ومش عارفه ايه، بس عايزه اقول لكم بتوديها في حته تانية حته الليه دي. اول ما بتسخن معايا بنزل على طول بالعكاوي، وهي بتبقى جايه لي بالمنظر ده. بننضفها كده وبنبدا ننزل بيها واحده واحده. وعايزه اقول لكم تاني ان اللحمه ما بتتغسلش، لو لقيتوا فيها اي شوايب او حاجه بمنديل ببدا اشيل الشوايب اللي موجوده دي. بس ما بنغسلهاش علشان هي دي اللي بتدينا النكهه والطعم الحلو. هبدا ان انا اديها وش تحميره كده من كل جنب بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. اديت على اول جنب ورحت قلبته على الجنب التاني، وهبدا ان انا احط شويه من الملح وشويه من الفلفل الاسمر، وما تبالغوش في الملح علشان خاطر اللحمه تستوي معاكم بشكل اسرع. بعد كده لما هتبل بالملح والفلفل هقلب فيها بس لغايه لما احس ان هي من ناحيتين بقت ادت الشكل البني شويه دي. انا مش هدخلها في سوا كامل، انا بس علشان اقفل المسامات واللحمه تبقى طريه من جوه. طبعا كل ده على نار عاليه جدا، والفخار اصلا بيبقى شايل في الحراره، يعني هو هيبقى سخن بشكل كويس. بعد كده هنزل ببصلايه كبيره مقطعاها دواير او قطع كبيره، مش عايزاها قطع صغيره علشان ما تتهريش معايا في الطاجن ويديني طعم التسكيره الحلوه مع اللحمه. ببدأ احط كل الكمية بتاعتي الفلفل وهقلب فيها. كمان هحط معايا طماطم وفلفل لو حابين سبايسي، لو مش حابين حطوا فلفل اللي هو القرناطي العادي اللي مش حراق. انا حطيته عادي علشان خاطر الاطفال كمان، بس لو سبايسي بيوديه في حتة تانية خالص. هبدأ اقلب كل المكونات معايا كده، وهضيف ليها شوية مية. وعايزة اقول لكم في التركة دي تخلي بالكم ما تضيفوش مية كتير، انا بحط بق علشان يعني نلاقي فيه طعم حلو كده من جواه. دلوقتي حطيت الفلفل، هحط المية، ولازم المية تكون مغلية، ما تنزلوش مية ساقعة على طاجن كده على طول هيفرقع معاكم. لازم مية مغلية على الطواجن دي. حطيت كمان شوية معلقة من الكزبرة الناشفة وشوية بسيطة من القرفة، بتدي طعم حلو مع اللحمة. حطيت ملح تاني على اللحمة وغطيتها بورق الأول زبدة وبعدين بورق الألمونيوم. دخلتها في الفرن مع شوية المية الصغيرين اللي احنا حطيناهم. خدت معايا حوالي ساعة في الفرن او حسب يعني اللحمة عندكم ممكن تاخد اكتر او اقل. انا خدت معايا ساعة. طلعت بالمنظر والجمال اللي شايفينه ده، دايبة خالص. بصوا بتبقبق كده ازاي وجميلة. انا عملت طاجنين، يعني واحد اللي عملته معاكم وده الطاجن التاني. اللحمة مش مستحملة وطعمها حلو قوي. بتعملوا معاها شوية رز حلوين، شوية ملوخية حلوين. ربنا يحسن ما بين ايديكي، كل حاجة هتطلع من ايديكي زي الفل طالما انت عاملاها في البيت. عايزة اقول لكم الطواجن دي في المحلات بتتباع بأسعار خرافية. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب.